عاجل: حرب كبيرة قد تهز المغرب والجزائر. احتمال نشوب حرب مياه بين المغرب والجزائر في التفاصيل. نشرت صحيفة هافينغتون بوست الإسبانية مقتطفات من تقرير لمجلة جون أفريك حول أزمة المياه والجفاف في شمال إفريقيا، محذرة من احتمال نشوب حرب مياه بين المغرب والجزائر. وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن خطر حرب مياه بين البلدين يتزايد، مشيرا إلى أن التوتر بين المغرب والجزائر مستمر منذ عقود بسبب قضية الصحراء المغربية. وأثار جفاف سد جزائري يبعد 500 كيلومتر من الحدود مع المغرب قلق المسؤولين الجزائريين، واتهم مسؤول جزائري دول مجاورة لم يتم تسميتها بالمسؤولية عن الجفاف، متهما إياها بتصرفات غير مسؤولة تسببت في تغيرات بيئية على طول الحدود الغربية للجزائر. بحسب زعم هذا المسؤول الجزائري، تفاقم أزمة المياه وتصاعد التوتر بين البلدين ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتفاقم الصراعات القائمة. وشدد تقرير هافينغتون بوست على ضرورة الحوار والتعاون بين المغرب والجزائر لإيجاد حلول مشتركة لأزمة المياه والجفاف لتجنب الانزلاق نحو صراع جديد.